لم تكن الإصابة عائقا أمام ممارسة رياضته المفضلة، إنه المدرب صلاح هادي. فبعد تعرضه لحادثة جعلته جليس هذا المقعد غير قادر على النزال في حلبة الملاكمة، بادر إلى تأسيس مدرسة رياضية متخصصة بالملاكمة تحتضن الفئات العمرية المختلفة. منعتني الإصابة من ممارسة رياضة الملاكمة على الحلبة، لكن لم تبعدني الإصابة عن لعبة الملاكمة ومارست التدريب. وقبلها، قبل ما تأسست هاي المدرسة، كنت مشرفا على نادي الناصرية، وبعد بال 2014 أسست مدرسة تخصصية برياضة الملاكمة تحتضن الفئات العمرية. ما يأمله صلاح هو أن تحظى مدرسته باهتمام حكومي، لما لها من أهمية كبيرة في احتضان المواهب من الفئات العمرية وتعليمها فنون وأساليب الملاكمة. هذه المدرسة أسسناها من عندي بتمويل ذاتي، يعني بدون أي دعم. احنا نتمنى دائما نناشد الناس الخيرين بالمناصب الرياضية والوزير السيد الوزير الشباب والرياضة أن يدعم هاي المدرسة، لأن هذا مشروع رياضي بفائدة على المجتمع وعلى الرياضة العراقية. وحصدت هذه المدرسة التخصصية من خلال مشاركتها في العديد من البطولات الكثير من الميداليات والألقاب على مستوى العراق. ضميت لهاي الملاكمة لأنها تعلمني الأخلاق، وشعارها هي الأخلاق قبل الرياضة. صار لي 5 سنوات أنا بالملاكمة هنا، كان صراحة علمني الأخلاق، وراح انضم لهاي البطولة مع الأشبال، وإن شاء الله أجيب بها إنجاز. انتميت إلى المدرسة التخصصية للملاكمة عام 2020. لعبنا بطولات في محافظة أربيل للأشبال، ولعبنا بطولات في محافظة السيمانية للأشبال، وأخذنا إنجازات عديدة منها مركز ثالث ومركز ثاني. كابتن صلاح يحثنا على الدراسة ويحثنا على غير أمور، ويخلينا نمشي على الطريق الصح، يحافظ على اللاعب، يعلمنا على الأخلاق، على التربية والاحترام. بجهده الذاتي ورغم ظروفه الصحية، استطاع مدرب الملاكمة صلاح هادي من جعل مدرسته التخصصية للملاكمة من المدارس الرياضية البارزة والمهمة على مستوى البلاد. لبرنامج معكم في ساعة، حسين الخفاجي، ذي قار.